ان هو ما بينساش عيوب البشر ابدا، ما بينساش كل تصرف غلط انت عملته معاه. هو غالبا مش هيقدر يثق في البني ادمين تاني. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بنكي، نحاول السيطرة على العالم. حلبة، مش عارف ليه حلبة، بس لقيته عندنا في البيت فقلت يعني ليه لأ. بس عارف الحلبة باللبن بتبقى ألطف شوية، ودايما بيقولك الحلبة دي بتاعت الحوامل، معرفش هل هو مفيد للحوامل في شيء ولا ما، بس هو مشروب مفيد عامة وأنا أحب المشروبات المفيدة الصراحة. المهم، السلام والرحمة، ورب صبحنا وربحنا وما بين عبادك ما تفضحنا يا رب. والله ولو اتفضحت يعني الناس بتنسى، وهو ده موضوع الحلقة بصراحة. كنت بتفرج على احد فيديوهات اليوتيوب وكان بيتكلم عن اشخاص خارقين للطبيعه، عارفين جو فيديوهات هل تعلم متى عقلك والحاجات دي. فكان بيتكلم عن مجموعه من الناس عندهم قدره خارقه ان هم ما بينسوش، بعضهم متذكر لحظه الولاده، فاهم اللي هو الاول ايد كده لمسته وبتاع وما اعرفش ايه. الموضوع ده بالنسبه لي يعني انا اتذكر ان في طفولتي فعلا كان نفسي اني ابقى عامل كده، يعني كان نفسي يبقى عندي قوه خارقه. ايام ما كانوا بيقولوا لنا عايز تبقى سوبر هيرو عندك ايه وما اعرفش ايه، حد يقول لك بيطير، حد بيقول لك طلع ليزر من بقي مش من عينيه، لا من بقه ما اعرفش ليه، هو كان طفل توكسيك، مش مهم انا كان نفسي ابقى عندي حته الذاكره دي. والله، وده منطقي بالنسبه لطفل، لان كانت كل مشاكلي هي ان انا مش قادر احفظ المنهج زي ما قلت لكم قبل كده في حلقه من الحلقات. فبالنسبه لي لو انا اي ورق بفره كده انا بحفظه، بيتسجل في نافوخي تلقائيا. بالمناسبه اتذكر ان كان في كرتون تيمي تيرنر اللي هو الوالدين السحريين، كان في حلقه فيها حاجه شبه كده شويه، كان هو اتمنى من الوالدين ان هم يعني يفتحوا له دماغه ويدخلوا كتب المعلومات جواه. اصل انا فاكر الصوره كانت عامله كده، اللي هو فتحوا له دماغه وحشروا كل الكتب جواها وقفلوا عليه. هو اي نعم في الحلقه هم قفلوها بطريقه يعني مختلفه شويتين ثلاثه، هم يعني في الاخر راحوا دخل امتحانات باين حب يتفشخر بالمعلومات اللي عنده فاعتبروا ان ده غش، فالغش بيلغي الامنيه، فحصل حوارات كده. مع اني شايف ان الموضوع سهل قوي ان انت تدمره، يعني اللي هو ان الفكره دي تقدر تدمرها ببساطه جدا. انت لو ما بتنساش دي مصيبه، انت فاهم انت بتمر كل يوم بحاجات وحشه قد ايه. تخيل لو قلت لك انك عمرك ما هتنساها، ما دي حاجه يا نهار ابيض، ده حوار ده. انت ممكن تعيش بسبب لحظه واحده باكتئاب بقيه حياتك. تخيل لو فشلت مره مثلا، فاهم الموضوع هيبقى عامل زي انك عينت بني ادم يبقى فاهم قاعد على ودانك كده لازق في العمود الفقري مربوط كده بيقول لك في ودانك فاشل فاشل فاشل. ما هو ينزل من على وداني، فاهم مع ايه؟ مش هستحمل انا الحياه دي، مش هينفع. انت عارف انا فشلت كم مره في حياتي؟ كل مره لو حسبت عليها الحوار والله يا اخي حاجه صعبه. هو انا ليه بدمع بسرعه كده؟ ولا تكونش الاضاءه؟ مش فاهم. المهم يعني احنا هنكمل. حاجه تانية اظن انها ممكن تحصل للبني ادم ده، انه هيبقى انسان وحش. ليه؟ انت لما بتعمل حاجه غلط عقلك بيعمل حاجه من اتنين، يا اما بيتناسى الموضوع عشان يقدر يكمل، يا اما بيشتغل على حته اللي هو طب ما نتقبل الغلط ده ونكمل حياتنا بنغلط عادي. زي جمعيات المتحررين دلوقتي اللي هو عملت حاجه غلط وهي عارفه انها غلط، لا على فكره مش غلط، انا على فكره اللي انا بعمله ده مش غلط، وهلم الناس حواليا وهقنعهم ان انا بعمله ده مش غلط، وهنعيش حياتنا اوساخ بنمثل ان احنا كويسين عادي يعني. اصل انت مش فاهم، انا لو عشت باحساس الذنب مش هعرف اعيش اصلا. في ناس بتروح لدكاتره نفسيين بسبب ده، بسبب ان هو حاسس بالذنب بسبب موقف معين ووقف حياته بسببه. يعني حتى في الدين الموضوع له حته اللي هو الحسنات تذهب السيئات، فانت محتاج تعمل حاجات حلوه هيخليك تودي الحاجات الوحشه. ربنا انعم عليك بالنسيان عشان تقدر تكمل. يعني مثلا من الحاجات اللي حصلت لنا شخصيا في المجال الفني ان انا مثلا كنت بتكلم على حد معين فحصل حوار وقام مطلع عليا اشاعه ما، والاشاعه دي فايرالت والناس صدقت. قعدت شهور حرفيا حاسس ان الحياه وقفت وان انا مش قادر اعيش، وان انا قاعد بمثل على الناس ان انا تمام وانا اصلا متدمر من جوه وكل حاجه سيئه جدا، لحد ما اكتشفت ان الناس نسيت اصلا. على قد ما الناس بتتكلم كتير قوي في الحدث على قد ما هم بينسوا بسرعه جدا. ودي برضو من الحاجات الحلوه عامه في المجالات اللي زي كده. اشخاص معينين بس اللي هيفضلوا يكرهوك وهيفضلوا يفتكروا لك الحاجه اللي اتحسبت عليك غلطه دي، ولكن بشكل عام الاغلبيه العظمى انت لو اديتهم بس حاجه حلوه بعدها بالعكس هم هينسوا الغلطه وهيقولوا شوف عمل ايه للناس وعمل ايه وبتاع، وهينسوا الباقي عادي جدا.
كنا بنتكلم عن الاي اي من كام حلقه، وكنا بنتكلم على ان هو الهارد بتاعه نوعا ما حافظ كل الذكريات وما بينساش، فاهم؟ اي داتا بتتحط جواه ما بتتشالش، وان مخزن عقل الانسان ممكن يكون اكبر بكتير ولكنه في نفس الوقت بينسى. وده لان الانسان كان معقد، لان من الجانب عندنا حته الذاكره دي، ومن الحته الثانيه هو عنده حته المشاعر. لو دي فضلت موجوده طول الوقت المشاعر دي هتفضل تخبط فيها. هو بالنسبه له في ذكرى سيئه مثلا هو حافظها عنده، ومشاعرك كل شويه تفتكرها، فانت بتلبس لحد ما هتموت. لكن ربك خلق معادله، دول مرتبطين ببعض. انت ممكن تتناسى شيء عشان تريح مشاعرك، وممكن العكس، وفي الحالتين انت تقدر تستغل الموضوع عشان تبقى بني ادم احسن، لانك من غير المعادله دي انت هتموت من الاسترس. ثواني بس، هو انت عامل سبسكرايب؟ الاستاذ اللي هناك ده عامل سبسكرايب، انا عارفه الراجل ده، شفتك قبل كده، لكن انت شكلك مش عامل سبسكرايب. لا معلش، دلوقتي انزل اعمل سبسكرايب واعمل لايك واعمل شير، اعمل كومنت، لا ضروري دلوقتي. بص، انت لما بتعمل كده بتقدرني، ولما انت بتقدرني يوتيوب بيقدرني وبيريكومند الفيديو للناس اكتر، فانا لما هتقدر في الفيوز هقدر في عدد الحلقات، فالمصلحه للكل في الاخر. اعمل سبسكرايب، كمل الفيديو. بس طبعا مش معنى كده ان النسيان دايما حلو. انا زي ما قلت لك، انا كان نفسي ما اكونش بنسى، اكون بعرف اذاكر كل المناهج واحفظ واصم واخش اسمع الامتحان وما اعرفش ايه، هبقى بني ادم مؤثر بالنسبه لبعض الناس، فكنت هاخد الثناء نوعا ما من بعض الناس، فاهمني؟ وبرضو على النطاق الاوسع، يعني مثلا جدي لما جاله الزهايمر حياته انتهت تقريبا. اللي هو الحياه اللي كانت قبل كده، الشخص اللي هو كان مدرس ومدير مدرسه وما اعرفش ايه وحد وقور جدا وما اعرفش ايه، كل حاجه اتمسحت وما بقاش قادر حتى ان هو ينزل من بيته بشكل طبيعي. كل ده بسبب النسيان. بلاش النموذج ده، نموذج بسيط على حد من سني، احد اصدقائي ذاكرته بعافيه طول عمره. الفكره ان هو مثلا زي اي انسان بيغلط، هو بقى بينسى ان هو غلط فبيغلط تاني من غير ما ياخد باله. يعني احنا لما بنفتكر احنا بناخد بالنا فما بنكررش الغلط، لا هو بينسى فبيكرر الغلط. فهو لو بيتعامل معاه كبني ادم، هو غلط الغلطه مره واثنين وثلاثه وعشرة. انا بدات اتعصب، انا فاكر ومتضايق، وهو بيقول هو في يا جماعه هي الحاله مالها، انتوا مضايقين الدنيا ليه كده؟ مش قادر اتعايش مع اللي بيحصل. فالنسيان ليه برضه زلل سيئه جدا. وبالمناسبه هو برضه اثر على ناس كتير جدا حواليه، خسر جزء كبير من الناس اللي حواليه بسبب النقطه دي. بالمناسبه بقى ان انا كنت بفتكر له العيوب، وطبعا انا مش بفتكر العيوب لكل الناس لاني بني ادم طبيعي بينسى برضه، ولكن تعالى نحط العيب ده بقى على ايه؟ على الناس اللي عندهم ذاكره غير متناهيه، ان هو ما بينساش عيوب البشر ابدا، ما بينساش كل تصرف غلط انت عملته معاه. هو غالبا مش هيقدر يثق في البني ادمين تاني، ما هو كل لما هتعدي قدامه هو فاكر لك الوحش، عمره ما هينساه. فانت بالنسبه له انت مش حلو، ولان الانسان بطبعه خطاء فهو بالنسبه له شايف كل الناس دي بتغلط، فهو مش هيقدر يعيش طبيعي برضه. ولذلك ربك من عنده خلق التوازن ده. لا انت قادر تفتكر طول الوقت ولا انت بتنسى طول الوقت. حياتك عباره على انك بتقع وتقوم، وهما حاجتين عكس بعض، زي النسيان وانك تفتكر. كان لازم يبقى في تضاد هنا وفي تضاد هنا عشان المعادله تبقى موزونه، يبقى في بالانس، حاجات غلط وحاجات صح. تحاول تفتكر الصح عشان تتعلم منه، وتحاول تفتكر الغلط عشان تتعلم منه. تنسى احيانا الصح غصب عنك، وبتنسى احيانا الغلط عشان يحميك. معادله معقده جدا ما بين ملاك وما بين شيطان. قادر تشوف ده وتشوف ده. انا حاسس ان الموضوع ممكن يكون عمقته شويه، كبرته شويه، بس هو كده فعلا. لما تفكر فيها بعمق هتلاقي ان هي حاجه دقيقه جدا، انت اصلا مش قادر تدرك هي بتحصل ازاي، وهذا هو الاعجاز الالهي. بس يا سيدي، حكمه اليوم من كلمات الجوكر في بعد النسيان ولا بعد النسيان، كل مره بتلخبط في الاسم. في حياتنا النسيان يعتبر مرض ولا نعمه؟ اغلب ذكرياتنا حمل تقيل، اكيد نسيانها اعفى. استسهلنا الغلط وتجاهلنا صوت ضميرنا، دايما نشبع رغبات دلوقتي على حساب مصيرنا. حتى الحكمة ما فيهاش اتجاه، ما فيهاش اللي هو ده صح وده غلط، لا هو في حاجة هنا وفي حاجة هنا. مش قادر اوصل لبوينت، فاهم؟ عايز اقفل الحلقة ومش عارف، حاسس ان انا مش ماسك كده، الدنيا بتروح وبتيجي مني. يعني كنت عايز اقول لك الناس دي اللي ما بتنساش دول عندهم حاجة وحشة جدا، وفي نفس الوقت في لحظة تانية ممكن تحس انها حاجة حلوة جدا. فهو الموضوع كومبليكيتد جدا. بص عشان نخلص، يعني لو نسيت خلاص، لو لسه فاكر خليك فاكر، يعني خليك فاكر وحاول تستغل اللي انت فاكره ده في حاجة كويسة. ولو مش حاجة كويسة هو حاول تنساه، يعني حاول كده شوية كده شوية كده شوية كده. الدنيا زي الخيارة، يوم تحت ويوم فوق. ما كانتش الخيارة، الدنيا زي المرجيحة باين. يا دين النبي انا نسيت.
طيب النهايه، لو قلت لك حاجه حلوه الثواب ليا، ولو قلت لك حاجه تضايقك سامحني ويبقى الثواب ليك. في الاخر جمعيه ودايره والكل مستفيد.